توتة توتة وخلصت الحدوتة. المسرحية مية مية، مسرحية السوبر المصري في الإمارات حلوة ولا ملتوتة؟ انتهت المسرحية الفجرة كما خطط لها. جابوا محمود البنا حكم فاجر عشان يوصل الأهلي للمباراة النهائية، قام تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لسيراميكا وذبح سيراميكا كليوباترا عشان النانوس يوصل المباراة النهائية. يا باشا ما هي المسرحية فصولها بتقول كده: واحد، الأهلي يوصل للمباراة النهائية بحكم فاجر من مصر، جابوا لهم محمود البنا. ما هو التحكيم المصري تحكيم فاجر. طيب علشان المسرحية تكمل بشياكة وجنتلة، قال لك بقى ندور على حكم فاجر من أوروبا. ومين أفجر من خليل أولموت الحكم التركي اللي اتضرب رئيس نادي أنقرة، خرشم له وشه واللاعيبة ضربته زي ما كل المواقع نشرت الفيديو. خرشموه ليه؟ لأنه حكم فاجر وكان بيحكم في السعودية. المباراة كانت بين الهلال السعودي والشباب السعودي. الهلال انت عارف مين اللي بيشجعه؟ طبعا مستشار تركي آل الشيخ. فالشباب جاب هدف التعادل، قام الحكم ده اهو لغاه من غير سبب وطردوه من التحكيم في السعودية. يبقى المسرحية مية مية. الحكم يا باشا أشرف بن شرقي الكرة لمسة ايديه ولا الحكم ولا الفار استدعاه. كرة سيف الجزيري حتى بلال علام اللي قاعد يعرض لهم عشان يضمن وظيفته بيسألك، بيقول لك هم لغوا جول سيف الجزيري ليه؟ ركلة جزاء لشيكو بنزا تخليك متعادل، لا الحكم ولا الفار هيحسبها ليه؟ لأنه حكم شيك وفاجر ومن اوروبا جاي يكمل التحكيم الفاجر المصري واللي عمله محمود البنا. مسرحيه فصولها واضحه، ضحكوا علينا. شفت انت بقى حضرتك النهارده لما زيزو مرضاش يسلم على هشام نصر؟ مش دي الفتنه والتعصب اللي قالوا هنمشي مرتضى منصور وضحكوا علينا عشان هو سبب الفتنه والتعصب؟ طب ما خالد مرتجي اللي انت بتشتكي له يا هشام يا نصر مرضاش يسلم على مريم مصطفى؟ ولا نسيت يا ابو طويله؟ يا ابو طويله ضحكوا علينا وقالوا لنا ان مرتضى منصور هو سبب التعصب، وطلعوا الحقيقه ان مرتضى منصور كان هو اللي جايب البطولات، هو اللي كان حارم الاهلي من كل البطولات، هو اللي كان مخوف رفاعة الدسوقي، وهو اللي كان مخوف المنظومه الرياضيه الفجره. عشان كده ضحكوا علينا وعملوا مسرحيه عشان يمشوا مرتضى منصور، عشان يجي لنا هذا المجلس الفاشل اللي فرش السجاده الحمراء لرفاعة الدسوقي ونزل له يافطه الوطنيه والكرامه ونزل له يافطه نادي القرن وضيع من البطولات ما لا تعد ولا تحصى. ده احنا قربنا ل50 بطوله ضاعت في عهد هذا المجلس الفاشل، وتقول لي مش مسرحيه؟ والله العظيم مسرحيه. اظن بقى ممكن ترجعوا ارض اكتوبر. ليه؟ لان المسرحيه خلصت. تم عمل برواز جميل لرفاعة الدسوقي هو ومجلسه الناجح. ان الجماهير الحمراء نايمه مبسوطه. الانتخابات بكره بتاع مجلس النواب، الجماهير الحمراء راضيه عليكم، الجماهير الحمراء راضيه عليكم ونايمه مبسوطه. المسرحيه انتهت كما خطط لها. الجماهير الحمراء نايمه سعيده الليله دي. اما الجماهير البيضاء فدي متعوده على الظلم والقهر، متعوده انكم تضحكوا عليها. مشيتوا الراجل اللي جاب بطولات، اللي كان قادر يقف في وش رفاعة الدسوقي ومنظومه التحكيم واتحاد الكوره ورابطه الانديه، وجبتوا لنا كيوت. تبا للكيوت. شبعتوا من الكيوت؟ شبعتم؟ المسرحيه مية مية، لكن المسرحيه ما بتخلص. المسرحيه بتاعتهم بتتجدد دايما، ومكتوب في سيناريو المسرحيه لازما الاهلي يفوز بالتحكيم الفاجر فليسقط كل فاجر، ولتحيا منظومه الغزاله الحمراء ورفاعة الدسوقي وتاجر الزيتون والليمون والذهب ومدد مدد مدد. ويا بلدي فيك حاجه محيراني، ازرع القمح في سنين. الزيتون ومحمود البنا والحكم التركي بيجوا عشان يخدموا الاهلي في ثواني.